السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسمياً، النادي الأهلي يتلقى عرضاً من نادي بشكتش التركي لضم آليو ديانج. ورد الأهلي. الأول، نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ليصلكم كل جديد. وأيضاً عطروا فمكم بالصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. تلقى مسؤولو النادي الأهلي عرضاً شفهياً من بشكتش التركي للحصول على خدمات المالي إليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر. وطلب مسؤولو الأهلي حال الموافقة على إتمام الصفقة أن تكون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقاً لمصدر مطلع في النادي الأهلي، إن إدارة النادي حددت 7 مليون دولار حد أدنى للاستغناء عن جهود ديانج لنادي بشكتش التركي، الذي يسعى للحصول على جهود ديانج ويتحرك في الفترة الحالية أيضاً لدعم صفوفه، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على مدى فترة تسجيل اللاعبين في انتقالات الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التي وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد آل محلي. وكشف المصدر ذاته لقناتنا أن إدارة الأهلي تفكر في طلب للحصول على خدمات جاكسون موليكا ضمن صفقة انتقال ديانج إلى النادي التركي. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن بشكتش سيوافق على رحيل موليكا إلى الأهلي مقابل 4 مليون دولار. وبالتالي سيحصل الأهلي وقتها على 3 مليون دولار إلى جانب جهود موليكا مقابل رحيل ديانج إلى النادي التركي. وقال المصدر أن الأهلي رفض محاولات بشكتش لضم ديانج حالياً لأن اللاعب مقيد في قائمة الأحمر المحلية والأفريقية، وليس منطقياً رحيله للنادي التركي في الوقت الحالي كما يرغب الأخير. ورغم أن الدوري التركي متوقف حالياً بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد هناك، إلا أن بشكتش يرغب في إتمام عدة صفقات قوية ليعود بها للمنافسات الفترة المقبلة. نترككم للاستمتاع بمهارات وأهداف اللاعب، ولكن لا تنسى اللايك للفيديو.